السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيف غدا مصطفى. شايفة البرطمان الحلو ده أجمل زيتون مخلل بليمون هتعمليه. أنا هنا اشتريت 4 كيلو زيتون عزيزي، ما جبتش التفاحي، جبت العزيزي لأنه بيتحمل. وشققته بالسكينة وخبطت السكينة لحد البذرة شقتين اتنين بس، ومليت مية ودوبت فيها ملح. لكل كوباية مية أو لكل لتر مية حطيت حوالي 4 معالق كبار من الملح. دوبتهم ونقعت فيهم الزيتون، هنقعه لمدة يومين. كل يوم أغير المية عليه وأحط له مية جديدة بالملح علشان أتخلص من قدر من المرارة اللي بتبقى جوه الزيتون. طبعا واشتريت معاه هنا دول حوالي 6 كيلو ليمون. الليمون طبعا لازم ننقيه، بيبقى اصفر ونضيف ومفهوش ولا نقطة ولا نقرة ولا واحدة معطبة ولا واحدة بايظة. لازم تتأكدي من الليمون وانتي بتنقيه ليمونة ليمونة بالايد. بعد كده غسلت منه كمية حوالي 2 كيلو وخدتهم في حلة على النار. أول ما المية غليت نزلت الليمون. بعد الغليان هسيبه طبعا بعد الغليان من دقيقتين ل3 بالظبط، يعني اقل كمان من 3 دقايق. يا دوبك انا عايزاه غلوتين 3 فقط، وبعد كده هصفيه. مش عايزاه بقى يتهري ويتسلق بزيادة ويتفتح والعصارة بتاعته تنزل، لا خالص. شايفين الجلد متماسك، ولا واحدة مني لا اتفتحت ولا اتشققت ولا اي حاجة. خدته بقى بعد كده بردته، طبعا صفيته من المية وبردته ونقعته برضو في مية بملح مع الزيتون يومين. كل يوم اغير له برضو المية بالملح. ليه؟ برضو علشان اتخلص من المرارة اللي بتبقى فيه. زي ما انتوا شايفين كده كله سليم بفضل الله. هيقعد معاكي في الزيتون تحفة جدا، ولا تشقق ولا طلع العصارة ولا هيتهري خالص. تضمني ان انتي هتاكلي مخلل مثالي تحفة جدا. شايفين جامد ازاي؟ زي ما بوريكم كده بضغط على الليمونة متماسكة وتحفة. بعد كده طبعا انا اشتريت فلفل احمر شطة. آه هنا طبعا جايبه في ربع كيلو فلفل اخضر اللي هحطه في المخلل. وده الزيتون بعد ما شطفته كويس من الميه بالملح، عشان المراره لازم ادعكه بالميه عشان بتبقى المراره ماسكه على الجلد بتاعه. يتشطف كويس بميه من الحنفيه ويتصفى. وده الليمون اللي احنا كنا ادينا له السلقه دقيقتين في الميه، سليم خالص. اوعي تسيبي ولا واحده فيها نقره ولا حاجه. ده بقى الفلفل. أنا كنت جايبه حوالي 3 كيلو فلفل شطه، بس وانا نايمه ماما ربنا يديها الصحه مسكته غسلته وراحت ضرباه في الكبه. اهو كان كده، ضربته في الكبه بليمون وتوم وحطت عليه ملح وكزبره ناشفه. هي افتكرت ان انا مش هصور، فقامت عملته. قالت لي خفت لا يبوظ، يستنى اكتر من كده في التلاجة ويبوظ. وطبعا بتحطه في العلبة مع الملح والثوم. ودي هنا مية انا كنت غلياها حوالي 3 لتر مية مغليين وسبتهم يبردوا، طبعا معايا الملح. هاخد بقى كل كوباية مية مغلية هحط قدامها البرطمان اللي ورا ده. كان فيه ليمون انا عصراه بالايد كده بالعصارة. لكل كوباية مية هاخد قدامها كوباية عصير ليمون. انا هنا هحط حوالي 5 كوبايات مية. هحط على كل كوباية مية معلقة كبيرة مليانة من الملح. وكل المقادير هكتبها لكم فوق الفيديو في الكابشن كده فوق، هتلاقوا كل المقادير موجودة. لكل كوباية مية معلقة كبيرة هرمية من الملح، من المعالق اللي احنا بناكل بيها. هدوب الملح كويس جدا في المية، وبعد كده هصب عليهم الليمون. لكل كوباية مية قدامها كوباية عصير ليمون. طبعا في ناس ما بتحطش الليمون، بتزود اكتر مية وتحط كوباية واحدة ليمون. انا بحب احط نسبة كبيرة من الليمون لان بيخلي الطعم رهيب رهيب. انا كنت زمان يا جماعة بخلله في ليمون بس من غير مية، بس طبعا دلوقتي هيبقى مكلف جدا، بس الطعم خيالي. هنا بقى هحط حوالي 5 معالق كبار من الشطة المفرومة دي. وطبعا الشطة دي مفروم فيها توم ومحطوط عليها ملح وكزبرة ناشفة. انا هنا حاولت ان انا ادور على كرفس اخضر، ما لقيتش نهائي. طبعا بقى لو انت لقيتي كرفس تجيبي ربطة كرفس تغسليها كويس قوي وتنشفيها وتقطعيها.
ده البرطمان اللي انا هخلل فيه، غسلته كويس جدا وبعد كده شطفته، وبعدين حطيت فيه شوية مية سخنة، وبعد كده حطيت فيه حوالي كوباية من الخل، حركتها فيه كده فوق وتحت وفي الجنب، وسبت الخل فيه شوية وصفيته من الخل، وبعد كده قلبته على منديل مطبخ نظيف ينشف بقى من الخل. هبدأ بقى ارص فيه طبقة من الزيتون، وفوقيه شوية كده من الفلفل، وبعدين شوية من الليمون اللي احنا سلقينه. لو عندك بقى كرفس تقدري تحطي بين الطبقات كرفس، ولو ما فرمتيش الفلفل بالثوم هتروحي حاطه 4 5 فصوص توم بين كل طبقه وطبقه، بس تشققي التوم بالسكينه. طبعا انا هنا عشان عندي الفلفل الاحمر ماما كانت فرماه بالثوم، فانا ما حطيتش توم لانها بتحط كميه حلوه من الثوم. حاطه توم وملح وكزبره وليمون، حطت فيه حوالي 7 8 ليمونات كبار. ده القشر الليمون اللي انا عصرته. عايزه اقول لكم بقى القشر ده لما بيتخلل معاه بيبقى روعه روعه، مش قادره اقول لكم قد ايه. طبعا قبل ما بتعصري الليمون بتغسلي الليمون كويس عشان لو ترابه ولا طينه ما تنزلش في العصير، ولو هتحطي القشر كده يبقى نظيف، يبقى معقم، ما يبقاش فيه اي بكتيريا. برص البرطمان للاخر زي ما انتم شايفين كده طبقات، بسيب فيه اخر قيراط او قيراطين عشان لما ازود دلوقتي الميه وازود الزيت. دي الميه بالملح بعصير الليمون، وزي ما قلت لكم لكل كوبايه ميه قدامها كوبايه كامله من عصير الليمون الخام. بصوا يا جماعه روعه. طبعا انت بقى بتتحكمي، عاوزاه يبقى حامي اكتر بتزودي فلفل شطه مفروم اكتر، عايزاه زي كده وسط بتحطي حوالي 5 معالق كبار فلفل من الشطه. بقيه الفلفل ده انا هشيله في اكياس وابططه كده واشيله في الفريزر، بينفع بقى التتبيلات طول السنه، لانه ده دلوقتي اوانه وبعد كده بيختفي. تتبلي بيه السمك، تتبلي بيه فراخ، لحمه، تعملي بيه البتنجان المخلل، بطاطس مسلوقه جنب الاكل كده يتغمس بشويه زيت، بيبقى روعه بصراحه الفلفل او هرسه الفلفل الشطه دي. هنا بقى بعد ما كبست البرطمان كويس وزودته هحط اخر حاجة 3 معالق زيت. السر بقى كله جاي في المعلقة اللي انا هضيفها على الوش دي بتحفظه تماما. ده معلقة كبيرة من الملح برشها فوق الوش كده، ما بقلبهاش يا جماعة، برشها بس. حد يقول لي ده الملح هيبقى زيادة، ابدا، الملح بيحفظه وهي دي مادة الحفظ. مستحيل لا يعمل بكتيريا ولا عفن ولا اي حاجة. زمان كنا بنحط قشر الليمون على الوش، دلوقتي انت مش محتاجه. بصوا القشر بشاور لكم عليه، ده بقى بيستوي في المخلل بتاكليه بيبقى روعه روعه روعه. اتمنى تجربوا الوصفه، واللي لسه ما عملش متابعه للبيج بتاعي يعمل متابعه، وتعملوا لايك وشير للفيديو علشان تحفظوه على صفحاتكم وتقدروا توصلوا للوصفه بمنتهى البساطه. ويلا كده ايه استعجلوا، عشان احنا في اوان الزيتون خلاص قدامه اقل من اسبوعين 3 ويختفي من الاسواق. ولو مستنيه ان الزيتون هيرخص، الزيتون كل مده اول ما شهر 9 يبدا يخلص هتلاقي الزيتون غلي جدا جدا. فيلا دلوقتي هاتوا الزيتون وخللوه، وما تنسونيش في دعوة حلوة. شايفين يا جماعة تحفة والله العظيم. يلا اتمنى تخللوه بطريقتي، ان شاء الله تاكلوا احلى واجمل زيتون. هنقفل عليه، نسيت اقول لكم، لمدة من شهر ونص لشهرين تفتحي عليه اجمل زيتون مخلل ان شاء الله. نفتح عليه مع بعض وناكله ونشوف طبق